ما طمرش فيه العشرة واللي عملته علشانه، ورد فعله صدمني لما عرف إن عندي كانسر. ده مش بني آدم، اتخلى عني في عز أزمتي الصحية ورفض يصرف عليا أنا وولاده، وفوق ده كله اتجوز عليا جارتنا بصوت مكتوم وقلب مقهور وملامح منهكة من التعب ومن السنين اللي راحت هدر. وقفت زوجة لا حول ليها ولا قوة قدام القاضي في محكمة الأسرة بتحكي قصتها واللي مرت بيه خلال سنين جوازها، وبتطالب بالنفقة. قصة مؤلمة وتفاصيل صعبة نفسياً وجسدياً مرت بيها الأم والزوجة. فيا ترى إيه حكايتها وإيه اللي مرت بيه وإزاي جوزها كان بيعاملها، وصدمة لما قال لها أنت خلاص هتفرقي الحياة. تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. أنا لسه في عز شبابي، واللي مريت بيه وشفته من أبو ولادي كبرني سنين. أنا اللي زيي لسه بيبتدوا حياتهم وهو أنهاها من زمان. أنا زي ما تقول كده يا سيادة القاضي عايشة ومش عايشة. بالنسبة لولادي عايشة وبعافر علشانهم، لكن بالنسبة له أنا قربت أفارق الحياة. ربة منزل قررت ترفع قضية نفقة زوجية وصغار ضد زوجها ده لما رفض يصرف عليهم. فكرت أكتر من مرة وعملت حساب العشرة والعيش والملح، والعيال لما يكبروا هيقولوا إيه على أبوهم؟ هيقولوا رمانا ورمى أمنا. لكن غلبت مع كلام ووسطت ناس بينهم، ما كانش قدامها حل غير إنها ترفع قضية، خاصة إن حالتها صعبة مادياً ومعنوياً. الأم وهي رايحة محكمة الأسرة كانت الخطوة اللي تاخدها ترجع زيها 10، وبمجرد دخولها المحكمة والقاعة المخصصة للمدعيين بملامحها البهتانة والإعياء باين عليها وعلى حركتها البطيئة، كل ما تقف لما ينادوا اسمها علشان تبدأ جلستها تقع تاني في مكانها. ما كانتش عارفة تتمالك أعصابها ما بين اللي بتمر بيه صحياً وبين الصدمة اللي هي فيها. وبصعوبة جداً وبمساعدة الناس وصلت الأم المصدومة والزوجة المكلومة لغرفة المداولة. وقفت قدام القاضي وقالت له مش لاقية أكل أنا وولادي يا سيادة القاضي، وجوزي ما عندهوش رحمة، باع العشرة بالرخيص. التصرفات بتاعته من زمان من أول جوازنا وأنا بسكت وبعدي علشان المركب تمشي وأقول بكرة حاله يتصلح ويبقى كويس. لكن بكرة بيجي وهو بيزيد أسوأ، وردود أفعال متهورة، تصرفات صدمة. أنا عملت زي ما أمي نصحتني إن احنا نخلف، فعلا جبت ولدين 11 سنة و8 سنين. كنت فاكرة إنه لما أشوف ولاده قدامه هيتحمل المسؤولية ويبقى قدها، لكن للأسف يا ريتني ما خلفت ولا جبتهم الدنيا ويكون ده أبوهم اللي شال إيده من كل حاجة تخصهم، وزي ما يكون بيعاقبني بيهم. أنا شفته منه كتير واستحملت علشان خاطر ولادي، وقفت جنبه كتير وراعيت مشاعره أكتر. مفيش مرة شكرني على حاجة، بالعكس أنا كنت قايداله صوابع العشرة شم، لكن في نظره كنت مهملة ومقصرة لحد ما التعب تملك مني وبنى على حقيقته اللي كنت بحاول ما أشوفهاش. كل اللي عمله معايا كوم، ورد فعله ومعاملته ليا لما عرف إن عندي كانسر في الدم كوم تاني خالص. علشان أنا عارفة من الأول إنه مش متحمل مسؤولية ومش هيهتم، بقيت أنزل بطولي ألف على الدكاترة والمستشفيات، أعمل إشاعات وتحاليل لحد ما الدكتور بلغني إني تعبانة بالكانسر. هنا كنت مضطرة أقوله، اترددت كتير أبلغه، لكن أنا محتاجة منه دعم ومساعدة. ويا ريتني ما قلت له. عارف رد عليا وقال لي إيه يا سيادة القاضي؟ قال لي يعني هتفرقي الحياة قريب. الجملة دي كسرتني 1000 مرة فوق كسرتي منه. الجملة دي سودت الدنيا في وشي أكتر ما هي سودة بسبب أنا مش عارفة عايشة مع مين. ده مش ممكن يكون إنسان وبيحس بيا. ما رحمنيش حتى التعب اللي ماليش دخل بيه، سخر منه. لكن ركنت كل اللي بينا على جنب وطلبت منه الإنفاق على أولاده، وده علشان مرتبي يا دوب بيكفي الأدوية بالعافية. لكن قال لي أنا مش هشيل الهم من دلوقتي، ده غير إنه مش بيجي البيت أصلا. وعرفت إنه بيروح عند جارتي، ولما واجهته قال لي أنا اتجوزتها بعقد رسمي، مش هقدر أعيش معاكي. بهدلني وأهني وسابني ومشي. أنا مش عارفة أعمل إيه، بس كل اللي عايزاه أعيش أنا مع ولادي اللي باقي من عمري مستورين، أقدر أصرف عليهم وأعيشهم كويس. كلنا عارفين إن قضايا النفقة مش لازم تترفع في حالة الانفصال بس، لكن في أزواج بيرفضوا يصرفوا على زوجاتهم وعيالهم، ففي الحالة دي مفيش حل غير رفع قضية النفقة الزوجية والصغار. المحكمة بعد ما سمعت للزوجة قررت إرفاق التحريات عن دخل المدعي عليه، وحددت جلسة 24 أكتوبر الجاي للفصل في دعوى النفقة الزوجية والصغار.
فيا ترى المحكمة هتحكم لها بإيه؟ هل هيكون الحكم في صالحها ويتم الرأفة بحالتها وبظروفها، ولا الزوج ممكن يتلاعب قانونيا بحيث يهرب من المسؤولية برضه؟ هل من حقه إنه يتجوز عليها علشان تعبت؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.